السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا بينا بقى النهاردة نعمل احلى صينية سمك ممكن تاكلوها. تعالوا اقول لكم هنعملها ازاي والمقادير والمكونات معايا ايه النهاردة. معايا بقى السمكة الحلوة دي، انا مش عارفة انتوا بتقولوا عليها سمكة ايه، سمكة التونة يعني، ده زي ما انتوا بتقولوا عليها. همسكها بقى، بصوا هقطع راسها كده. بصوا هحوش الاول الحاجات بتاعتها دي بسكينة بمقص براحتك، يعني على حسب انتي ما بتنضفيها ازاي. بعد كده همسك بقى هشيل الراس بتاعتها خالص. هي علشان كبيرة فانا مش عارفة اتحكم فيها قوي يعني. همسك بقى الراس بتاعتها اشيلها خالص. بصوا فتحت بقى كمان بطنها وطلعت كل اللي جواها. همسكها بقى اغسلها وانضفها كويس قوي واقطعها وبعد كده اوريها لكم. هنا بقى بعد ما غسلتها كويس، بصوا قطعتها التقطيعة دي. بصوا انا قطعتها بالحجم ده والشكل ده. طبعا لو انتي عايزة تقطعيها بحجم غير كده او بشكل غير كده براحتك. بعد بقى ما قطعناها، تعالوا بقى نشوف احنا هنتبلها ازاي او ايه الخلطة اللي احنا نعملها فيها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا بقى فلفل، بصل، توم، ليمونة، زيت، توابل، وكمان طماطم وخضرة. هجيب بقى اي صينية عندي طبعا بتدخل الفرن او على البوتاجاز، ممكن تدخليها الفرن وممكن نطيبها على البوتاجاز عادي، الاتنين واحد. هنزل بقى بكل المقادير بتاعتي اللي انا مجهزاها على بعض كده. التوابل بتاعتي ملح، كزبرة، كمون، فلفل اسود، بس الاربع حاجات دول. هعصر بقى الليمون بتاعي كده على الخلطة بتاعتي. همسك بقى الخلطة بتاعتي كده، اديتها كمان رشة زيت. همسك بقى الخلطة بتاعتي كده، هدعك بقى كل المكونات بتاعتي كده في بعض. بعد كده بقى هاجي اجيب السمكة بتاعتي. انا طبعا ما عملتهاش كلها، انا عملت جزء منها والباقي شلته في الفريزر طبعا على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. انا مسكت بقى الكمية بتاعتي اللي انا هعملها. قلبت كل الخلطة بقى كده في السمك وبعد كده اديتها رشة زيت كده على الوش. هغطيها بقى وارفعها على النار واسيبها براحتها، وممكن تدخليها الفرن. عايزه تطيبيها على البوتاجاز تمام، عايزه تدخليها الفرن برضو براحتك، الاتنين واحد. وهسيبها بقى لحد ما تستوي خالص وبعد كده انزلها لكم. كمان عملت جنبها سلطه خضراء وعملت جنبها طحينه وعملت جنبها رز على البوتاجاز لسه منزلتوش، هوريهولكم. بصوا بقى بعد ما نزلت معايا، بصوا شكلها عامل ازاي. بجد تحفه، جربوها هتعجبكم قوي. وطعمها كان حلو قوي وسهله وبسيطه، ما خدتش معانا اي وقت خالص. بصوا شكلها عامل ازاي. كمان دايبه هوريها لك دلوقتي وانا بشوفها. السوا بتاعها مستوية، انا سويتها على البوتاجاز ما دخلتهاش الفرن ولا حاجة. جهزت كمان جنبها رز ابيض، وادي الطحينة بتاعتي وادي السلطة وادي السمك. بصوا شكلها عامل ازاي. جربوها بالطريقة دي بجد هتعجبكم قوي. بصوا مستوية ازاي. وبكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.